السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ارحم أمي وأبي وجميع أموات المسلمين، اللهم أمين. طبعا قبل العيد كده حبيت إن أنا أعمل التجربة دي، الهارد جل. طبعا دي مش أنا، دي كانت واحدة بتعمل قبلية، فحبيت إن أنا أوريكم الشكل بتاعها. هنا كان بقى الدوري وكده. البنوتة دي جبنا الموقع بتاعها من على الفيسبوك. عايزة أقول لكم إن هي كانت عاملة تخفيض. الهارد جل عاملاه ب200، انتوا عارفين ان هو بيبقى ب400 وبيبقى ب500 والكلام ده كله، بس هي كانت عامله عرض صراحه وشغلها ممتاز جدا جدا. اللي حابب يتواصل معايا وانا او انزل لكم الصفحه بتاعتها في اول تعليق مثبت. هي بنوته شاطره جدا جدا وشغلها نظيف جدا جدا. عايزه اقول لكم ان دي اول مره ان انا اجرب الهارد جل، سمعت عنه كتير واصحابي عملوه كتير، بس انا حبيت ان انا اعمله كده والتغيير. ده الاسم بتاعها. عايزه اقول لكم ان انا في اليوم ده انا كنت تعبانه جدا جدا، باين على عيوني ان انا كنت واخده حقن مضاد حيوي وكده. عايزه اقول لكم ان كانت رحمه بنت اختي هي اللي معايا، وهي اللي عماله تصور وكده. بتاخد في الايد حوالي ساعتين، مجهود جامد جدا جدا. طبعا في ناس بتقول ان الهارد جل دوت بيبوظ الضوافر وكده. بس هي اكدت لي ان مفيش اي حاجه. دي العينه الالوان بقى اللي انا هختار منها وكده. انا طبعا ما اخترتش ولا حاجه من دي، في الاخر هتشوفوا انا اخترت حاجه كده يعني طبيعي قوي قوي. يعني ما كانتش في العينات اللي احنا شفناها. انا كنت هحط اللون ده صراحه، اللون الكشمير، درجه من درجات الكشمير انا بحبها قوي، بتليق على كل الضوافر. ودوت هنا الجهاز اللي هو بيثبت الجل بتاع الضوافر. عايزه اقول لكم ان انا بسجل الفيديو ده بعديها باسبوعين. الضوافر تحفه 100%. بس خدوا بالكم، اكتر حاجه بتبوظ الضوافر ديت وخدوا بالكم ممكن تتعوروا منها، ان ايديكم تتخبط او كده. اما تغسلوا مواعين، تنضفوا، تعملوا كل حاجه بيها عادي جدا جدا. وانصحكم كمان ان كنتوا تقصروها شويه عشان تبان طبيعي، لان خدوا بالكم برضو الضافر الطبيعي لما بيطول، الضافر اللي هو التركيب ده اللي هو هارد جل بيطول معاه، فبيدي زي طول اكتر. فانتوا تحاولوا انكم انتوا تقصريه عشان يبان طبيعي اكتر. تمام. هو بيقعد من 30 يوم ل 40 يوم. عايزه اقول لكم انه بسهوله جدا جدا ان هو يتخلع ويتشيل. والفيديو ده انا مصوراه زي ما انا قلت لكم بعد ما عملته باسبوعين، وهو زي الفل وما حصلوش اي حاجه. ده كده لسه بتعمل خطوات كتيره، قعدت في ايدي انا لوحدي بس ساعتين. وده كان دور رحمه عشان تعمل ضوافرها، قعدنا 4 ساعات بره البيت. كنت عايزه اقول لكم ان انا على اخري وتعبانه جدا جدا. هنزل لكم فيديو تاني دلوقتي حالا بتاع برضو مشتريات. كنت في العتبة وجايبة حاجات كتير حلوة من العتبة، حبيت ان انا اخلي الفيديوهين مع بعض عشان تشوفوا الحاجة اللي انا جبتها وكده. تعالوا اوريكم بقى شويه الحاجات اللي انا جبتها من فين، من العتبه. عايزه اقول لكم ان الاسعار في العتبه تحفه جدا، بس عشان الزحمه وكده ما عرفتش اصور لكم. هبدا بايه بالكوتشي ده. الكوتشي دوت انا بجيبه من المعادي بحوالي 250. في العتبه انا جبته ب120. بصوا حلو جدا، والنعل بتاعه حلو، والماتيريال بتاعه حلو على فكره. يعني عادي جدا، محدش هيفتش اللي في رجلي وهيشوف اذا كان بقى غالي ولا رخيص. اهو بصوا شكله عامل ازاي، تحفه بجد. ده زي ما انا قلت لكم اهو، بصوا عامل ازاي من جوه، متبطن وشكله حلو قوي وشيك. تمام. تعالوا اوريكم برضو جبت شويه ايس كابات، معلش عشان بصور بايد وماسكه بايد. دي تشكيله الايس كابات. عايزه اقول لكم ان هي تحفه جدا، بتنفعني وانا رايحه الجيم عشان الشمس وكده. ده لون احمر حلو قوي، بصوا عامل ازاي من جوه وشيك جدا. عايزه اقول لكم ان سعره رخيص جدا جدا، ب50 جنيه. تمام اهو، بصوا عامل ازاي. ودوت هو باين، مش عارفه لونه مختلف ليه، بس هو ده لون الموف، ولونه موف غامق حلو قوي. ودوت اللون البينك او الروز. بصوا الماتيريال برضو بتاعه حلو قوي. التلاتة كده ب150، الواحد ب50 جنيه.
عجبني اسعاره قوي. انا عايزه اقول لكم ان العتبه والسيده يعني يمكن العتبه اكتر صراحه، اسعارها حلوه قوي في المشتريات والحاجات اللي زي دي. وجبت برضو الحزام دوت حلو جدا، عجبني الحزام ده 30 جنيه، خدنا الاتنين على 60 جنيه، انا واحد واختي واحد. طبعا كانت معايا في المشتريات دي كلها اختي ميسة. ودخلنا طبعا سنتر الشريف اللي هو في السيدة تقريبا، هو اسمه الشريف. كنت بدور على المعالق اللي هي الصغيرة بتاعت الشاي بس الطويلة دي، عجبتني برضو قوي، بديت ب55. على فكرة المعلقة تقيلة جدا وحلوة. تمام. وجبت برضو الجاروف ده اللي هو ليه يد طويلة اهو، بدل ما نوطي وكده ونلم الحاجة. وجبت برضو الزمزمية دي، عجبتني حلوة قوي، الماتيريال بتاعها حلو ونضيفة، نوعيتها نضيفة. الواحدة ب35 او ب28 حاجة زي كده، مش فاكرة قوي والله. جبت المج ده، انا بحب المجات دي قوي. عايزه اقول لكم ان كان في اشكال كتير وما لقيتش الا هو ده، وكان في زي خربشه، هي مش قصر، خربشه، بس عجبني قوي ب45 جنيه اهو. بصوا عامل ازاي، حلو قوي. انا عندي على فكره تشكيله مجات كتير قوي. كنت راكبه الاتوبيس ولقيت بيقول الاستك ب5 جنيه، جبت طبعا عشان البناطيل اللي الاستك بتاعتها بتتفك. تمام. انا عامله لكم فيديو سريع كده، لان انا لو ما عملتش كده مش هصور لكم اي حاجه. ايوه البيبش دوت عامل 25 جنيه. عايزه اقول لكم ان يعني طري قوي قوي ولبسه حلو قوي. حياتك تضحك عشان بقول بيبش اهو. طبعا جبت فردتين مش فرده واحده يعني اهو. عايزه اقول لكم ان الاسعار حلوه قوي قوي في العتبه. يعني ده ممكن في المعادي الاقيه ب45 جنيه، انا جبته ب25 جنيه او ب20 جنيه. انا بفاصل على فكره، بس انا مش فاكره انا صراحه فصلت في ايه. تمام. تعالوا بقى اوريكم. جبت برضو ما نسيتش ابو الاولاد، ابو العيال جبت له اشراط كتير جدا بيحب يقعد بيها في البيت. بصوا عايزه اقول لكم خامه الاشراط تحفه تحفه تحفه. يعني بصوا انا وقفت ساعه افاصل ويكاد ان انا اتخانقت مع الراجل، بس بهزار يعني مش كده يعني اهو. انا كان نفسي اصور لكم والله فلوج العتبه وكده، بس ان شاء الله اوعدكم لو نزلت تاني اكيد هصور لكم، بس انا عشان ما كنتش قادره والله. بصوا انا هقول لكم على الاسعار بقى في الاخر. يعني بصوا الشورت دوت الماتيريال بتاعه حلو جدا جدا، طري، هو قطن كده وحلو، مش جنس ولا اي حاجه. وده شكل الجنس اهو، الاتنين اهو نفس الشكل، بس ده لون الجنس وده لون الرمادي. تمام. وجايبه واحد كحلي، يعني خامه تانية دي مختلفه خالص اهي، في علامه نايك كده من على الجنب، شكلها حلو قوي والخامه حلوه قوي وطريه، تبقى حلوه قوي في البيت. ودي زيها بس لون تاني اهو. ده كله طبعا ايه يعني. بصوا الاولاد بتلبس مع باباها على فكره، لان عندي جاسر ما شاء الله كبر وبودي ما شاء الله برضو كبر اهو. واحد تاني اهو. بصوا دوت الشورت ده وده الواحد على 50، يعني ده ب50 و50 و50، التلاتة دول كده ب150. تمام. دوت بقى ب60، كنت هاخده ب50 بس مرضيش، فانا اخدت الاتنين دول على 120. تمام. بالعافيه بقى والخناق، هو كان عايز يديهولي الواحد ب75 بس انا مرضتش. تمام. وده طبعا ما كانش ده سعره الاولاني، ده كان ب55 بس انا نزلت فيهم لان انا جايبه منه يعتبر 5. تمام. والله قلبي وجعني عقبال ما بفاصل، بس انا انصحكم ان كنتوا فاصلوا وامشوا، هتلاقوه بينده عليكم، انتوا واخدين بالكم. وجبت ايه تاني؟ جبت تيشيرتات تحفه جدا جدا. عايزه اقول لكم انه برده في المعادي التيشيرتات دي بيبقى التيشيرت ب250. انا بقى التيشيرت ده هقول لكم مفاجاه بعد ما افرجكم على الاشكال الروعه اللي انا جايباها. بصوا عامل ازاي، رب بس الفيديو يكون واضح ليكم. بصوا عامل ازاي، ومن ورا فيه رسمه حلوه قوي. بصوا عامل ازاي، والماتيريال بتاعه على فكره ده مستورد مش مصري، الخامه بتاعته حلوه والتسطيب بتاعه روعه وطري كده وناعم وشكله شيك. واللون على فكره والله مظلوم في الكاميرا،
الكاميرا دي على فكره ظالمه الالوان كلها، لون جديد كده وغريب. ادي ده اول تيشيرت، تمام. اوريكم تاني التيشيرت اهو، ده تاني تيشيرت، ده لونه تحفه بقى، ده لون الايه ده يا جاسر، اللون الجملي، جماله تحفه قوي. ده ندمت ان انا ما جبتش منه الوان كذا لون. ده فيه زي استك كده بسيط من على الجنب. طبعا جوزي وجاسر بيلعبوا جيم، فبتبقى حلوه قوي قوي في جسمهم الحركه دي بتاعت الدراع، تمام. بصوا جمال التيشيرت، بصوا من ورا عامل ازاي، تحفه بجد، والخامات روعه. هفاجئكم دلوقتي بالاسعار اهو. لسه انا جبت 4 تيشيرتات. انا عايزه اقول لكم ان انا والله يعني كتير جدا جدا يعني ببقى نفسي انزل العتبه، بس صراحه اختي ميسه هي اللي شجعتني. بصوا بصوا جمال التيشيرت ده، اسود كده. بصوا بقى من ورا شكله حلو قوي. بصوا المفاجاه الرهيبه، تحفه. دلوقتي كل التيشيرتات الشكل هو اللي بيبقى من ورا. بصوا الجمال. ده التالت. اوكي، اوريكم بقى ايه التيشيرت ده الرابع. معلش عشان انا مش قادره احط الستاند ولسه هصور وجايه متبهدله، فمش قادره اطلع برضو في الكاميرا اهو. ده التيشيرت الرابع، بصوا جماله عامل ازاي. وعايزه اقول لكم ان انا هنزل لكم برضو وانا بعمل الهارد جل دوت اهو، ضوافري عملتها ساعه العيد. بصوا عامله ازاي. بصوا التيشيرت بقى من ورا عامل ازاي، تحفه. ماشي، هقول لكم بقى التيشيرت الواحد خدته على 150. ايه رايكم بقى في المفاجاه؟ وعلى فكره عايزه اقول لكم على حاجه، 150 وحاسه ان انا ايه، كان قلبي واجعني وما قدرتش افاصل كمان معاه. بس هو كان في بدايه السعر كان بيقول لي ب 200 وي، بس انا بقى فضلت اقول له يعني ان انا مش هاخد واحد وكده، وبالفعل خدت منه 4. حسب لي الواحد على 150. بجد تحفه ويستاهل، بجد يستاهل. بصوا اكتبوا لي بقى في الكومنتات شاطره ولا مش شاطره. لايك بقى لاختكم لو وصلتوا للحته دي ونسيتوا تحطوا لايك، اجروا بسرعه 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 حطوا لي لايك، عشان انا تعبت والله العظيم. بس انا عارفه ان انا مقصره معاكم. وبقى طبعا ما نسيتش نفسي، انتوا عارفيني مجنونه لبس وكده. ثواني تعالوا اوريكم بقى ايه. طبعا انا انسى نفسي، محدش ينسى نفسه ابدا يا جماعه. اصرفوا زقطته كده وهيصوا. بصوا استنوا هفرده لكم وارجع. بصوا بقى ده التيشيرت الاوفر سايز، حلو قوي قوي، عجبني قوي الجيبين اللي من على الجنب دول. انا بحب اي حاجه كده، سويت شيرتات دي بتبقى خفيفه جدا جدا في الحر، وبقى وفي تمرين السباحه وانا رايحه للولاد، وكمان في الجيم وانا رايحه الصبح. فكل مشاويري دلوقتي بقت الصبح بدري، فبيبقى الجو حر جدا جدا. انا عايزه اوريكم برضو الضوافر الهارد جل، ايه رايكم؟ تحفه. وبرضو الساعه دي انا جبتها بس ما عملتلكمش برضو ريفيو عنها. بصوا اهي شكلها حلو قوي. تيشيرت خامته حلوه جدا، وكمان اوفر سايز حلو قوي. وتعالوا اوريكم، جبت لون بقى كده مطرقع كده بدل الاسود اللي انا على طول البسه. اللون ده طالع موضه قوي قوي، اللون ده ترندي قوي على فكره. بصوا ثواني افرده برضو وارجع لكم اهو. بصوا شكله بقى لما فردته. على فكره انا فتحت الكبسولات ديت عشان هو ضيق شويه عليا، فانا فتحتهم عشان يدي وسع من قدام. الشكل ده تحفه، عامل مدي حركه قوي للسويت شيرت اهو. وده لونه على فكره برضو الكاميرا ظالمه اللون تحفه جدا جدا. على البنطلون الجينز ده اللي انا لابساه ده تحفه. ماشي، ايه تاني؟ استنوا اوريكم ايه تاني. عايزه بس ايه، انا عايزه اقول لكم ان انا خرجت من العتبه على السيده على طول. هوريكم بقى. عجبني النضاره دي قوي، بدل اللي ضيعتها لي حياه في تمرين السباحه. انت مالك؟ استنوا هفتحها واوريها لكم اهي بقى. تعالوا اوريها لكم. عايزه اقول لكم ان هي في قصدي في نضارات هناك اسعار غاليه وفي رخيصه، وفي الكوبي والهاي كوبي، بس اللي يقولك ده اوريجينال بيضحك عليكي. دي كلها حاجات كوبي مش اوريجينال خالص، بس شغاله وشكلها شيك جدا جدا.
في اللبس وكده. بصوا شكلها حلو قوي ديت، بصوا عامله ازاي، سيمبل قوي. قست اللي طالعه موضه اللي هي جايه مسطحه كده من هنا، مش عارفه اسمها ايه كده. بصوا شكلها عامل ازاي. دي انا خدتها ب125 بالجراب. ب125 بالجراب. يعني هو كان عايز يداني ب125 من غير الجراب، قلت له والله العظيم لاخد الجراب. وانا عارفه ان الجراب ده اساسا مش عارفه ممكن يكون سعره كام، بس ممكن يكون سعره 10 او 15 جنيه، بس قلت هيتحافظ على ايه النضاره وكده. تمام. كانت عجباني نضاره تانية صراحه كان سعرها 280، بس كنت بقى خلاص بقى الفلوس خلصت بقى، وقلت بقى ديت حلوه تمشي الغرض وعقبال ما انزل واجيب لي واحده تانية. يا رب بس تكون عجبتكم. بصوا شكلها عامل ازاي وحلوه قوي في اللبس. لو قادره والله كنت قستلكم النضاره والحاجه دي اللي انا جايباها. بس كده لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسونيش في اخر الفيديو دعوه حلوه منكم، تعليقاتكم اللي دايما بتشجعني وبتخليني اعمل فيديوهات اكتر واكتر واكتر، وما تنسوش اللايك لاختكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.